ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من امبارح للنهارده. فاكرين امبارح وقفنا عند ايه؟ عند مازن اما كان هيقول لمامته على الجوازه الجديده. ويا ترى بقى مامته اما تعرف هيبقى رد فعلها ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده اول ما نبدا قصتنا. بس قبل ما نبدا لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. هو طبعا مش هفكركم، اشتركوا في القناه وفعلوا رمز الجرس، ويلا بينا نبدا قصتنا. وحماتي اول ما سمعت مازن بيحكي لها وبيقول لها كده قالت: ايه؟ ليه كده يا ابني؟ حرام عليك، دي مراتك طيبة وغلبانة وطول عمرها تحت رجلك وعمرها ما بتقولك حاجة، لأ، وخدماني وشايلاني وواقفة جنبك وجنبي. حرام عليك كده يا ابني، حرام عليك. ايه يا امي؟ في ايه؟ بالراحة عليا شوية. وبعدين ما تنسيش انا اللي ابنك مش هي. وبعدين انا ما عملتش حاجة غلط. ما عملتش حاجة غلط؟ لا، عملت غلط انك اتجوزت عليها وما قلتلهاش. طب حتى يا اخي كنت قول لها وخيرها، وهي حرة تختار، لا اما تكمل معاك لا اما لا، لكن ما يبقاش امر واقع. اهو اللي حصل بقى يا امي، هديني اتجوزت وخلاص. انا عايز اعرفها واشوف هي هتقول ايه وهتعمل ايه. دلوقتي جاي تخيرها وتقول لها عشان تقبل ولا ترفض؟ المشكلة مش في كده يا امي، المشكلة ان مراتي التانية مش عايزاها على ذمتي. ايه كمان؟ بقولك ايه يا واد انت، قوم من قدامي، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. يا امي مش هينفع كده، انا عايزك تيجي معايا لسهر مراتي، ده شرطها انك تكلميها عشان كل الناس تعرف ان احنا اتجوزنا. ابدا، ده لا يمكن اروح لواحده خطفت رجاله، هي مش اتجوزتك في السر؟ خلاص تشرب بقى. كل ده وانا سامعه كلام جوزي وحماتي، هو مش قادره اصدق ان مازن يعمل كده فيا بعد كل ده. هو ما كنتش عارفه اواجهه باللي عرفته ولا اسكت، ولو واجهته انا لازم امشي. بس بعد وفاة ماما ابويا اتجوز ومرات ابويا صعبة قوي مش بتطقني، مش عارفة اعمل ايه. ولو سكت هو كأني معرفش حاجة، هبص في وش مازن ازاي؟ وفعلا قررت اني اسكت. وجوزي فضل يبات في البيت بس معاملته متغيرة معايا، وبقى ما يتكلمش على طول ويتجنبني. ولكن سهر مراته العقربة ما سكتتش، وفضلت تفكر ازاي يخليه يطلقني ويطردني من البيت. وفعلا اتفقت مع واحد على كل اللي عايزة تعمله فيا. وفعلا في يوم لقيت واحد بيتصل بيا وبيقول لي: يا ترى مين ده اللي بيتصل بعلا وعايز منها ايه؟ سهر اتفقت معاه على ايه ضد علا؟ ده اللي هنعرفه الجزء الثالث، استنونا.